اهلا بحضراتكم مره تانية. زي ما قلت لك في المقدمه، الفقره الرئيسيه فقره الصالون بنتكلم فيها عن الطاقه المتجدده والطاقه النظيفه. في فقره الاخبار كنا بنتكلم عن اخبار مهمه جدا وتاكيد للاراده السياسيه والرئيس عبد الفتاح السيسي ورغبه مصر وحرصها الدائم في التحول للطاقه النظيفه والطاقه المتجدده. نشاط رئاسي مهم النهارده بنتكلم على هذا الموضوع في فقره الصالون. واسمحوا لي ان انا ارحب بضيفي الكريم اللي مشرفنا، الدكتور مهندس سامح نعمان، استاذ بكليه الهندسه وخبير الطاقه وهو احد المخترعين في طاقه الرياح على مستوى العالم. منورنا دكتور. ازي حضرتك؟ اهلا يا باشمهندس. اهلا بحضرتك. انا هنهل النهارده من علم حضرتك الغزير. انا تحت امرك. بس اسمح لي كده في البدايه عايز اخد رايك، استغل بقى وجود حد خبير. يعني غدا ان شاء الله الرئيس السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين هيشاركوا في صب خرسانة وحدة الكهرباء في محطة الضبعة. هذا المشروع يعني لو هنلخصه في كلمات بسيطة أهميته لمصر الفترة القادمة، نقول إيه؟ أول حاجة، ده رابع محاولة عشان نعمل محطة طاقة نووية واتنفذت. أدي واحد. لأن أيام الرئيس جمال عبد الناصر وأيام السادات وأيام الرئيس مبارك نفس الكلام. ما تمش يعني. ادي حاجه. الحاجه الثانيه، بنضيف طاقه متنوعه الى الطاقه بتاعتنا داخل جمهوريه مصر العربيه. الحاجه الثالثه والمهمه انها طاقه نظيفه، وهناك فرق بين الطاقه النظيفه والطاقه المتجدده. الطاقه النظيفه هي الطاقه اللي انا بحصل منها على 1 كيلو وات او الكهرباء عموما بنسبه قليله جدا من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون. فالانبعاثات ثاني اكسيد الكربون من محطات الطاقه النوويه كل كيلو وات بيبقى مقابل ليه حوالي 15 جرام ثاني اكسيد كربون، زيه زي الطاقات المتجدده. الفرق بينه وبين الطاقه المتجدده ان هو بيحتاج وقود كل من 3 ل 5 سنة بس ده عشان كده يبقى طاقه نظيفه. انما لو متجدده يبقى زي الشمسيه او الرياح او الميه او جيوثيرمال. الاربعه دول ما بيحتاجوش نحط لهم وقود في اي وقت من اوقات السنه. هل شايف ان مصر يعني المستقبل امامها مفتوح في موضوع الطاقه المتجدده وطاقه الرياح وطاقه المياه والكهرباء الضوئيه والامور دي كلها؟ حضرتك بالنسبه لمصر، مصر ظهرت على الخريطه بقوه في 2020. 2020 احنا كان المستهدف بتاعنا من الطاقه المتجدده تدخل على الشبكه 20% من الطاقه بتاعتنا، وده وصل. في خلال الفترة من 14 ل 16 وصلنا نعمل محطة بنبان اللي هي أكبر محطة طاقة شمسية. عندنا محطات طاقة الرياح اللي موجودة في راس غارب وخليج السويس، دي عملت إضافة للطاقة المتجددة. ده خلى في 2020 إن دول العالم كلها تتجه إلى محور قناة السويس لوجود شريط المية اللي على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط. وجود عنصر المية مع توافر الطاقة المتجددة بالخبرات القوية، أكثر من 22 مذكرة لتنفيذ محطات هيدروجين أخضر داخل جمهورية مصر العربية. وبعدها في سنة 2020 بدأت وكالة الطاقة الدولية تصنف محور قناة السويس المحور الواعد لإنتاج الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم، وبدأ العالم كله يصب اتجاهاته في اتجاه محور قناة السويس. ظهر النتيجة بتاعت 2020 في كوب 27. كوب 27 لما تنفذ قبليها 3 مؤتمرات لكوب لم تنجح. أول كوب بعدها هو اللي كان 27 ونجح. ظهرت الأهمية في كوب 27 إن حصل مذكرات تفاهم أول مرة 10 جيجا مع دولة الإمارات، 10 جيجا طاقة رياح في منطقة خليج السويس في محور قناة السويس، و5 جيجا لشركة سكاتك طاقة رياح برضه. الاثنين دول يضافوا إلى الطاقة المتجددة اللي بيرفع المستهدف بتاع جمهورية مصر العربية في 2030 من 42% ليبقى يتعدى 55%. طب بالنسبة للتكلفة لإنتاج اللي هي الطاقة البديلة والنظيفة، هل هي أقل تكلفة ولا هي أغلى بكتير؟ علشان أنت بتعمل طاقة بعيدة عن ثاني أكسيد الكربون زي ما حضرتك قلت، هل هي تكلفتها أكتر ولا؟ هي حضرتك التكلفة الأولية، كل المحطات لها تكلفة أولية. المحطات التقليدية لها تكلفة أولية وتكلفة دائمة. اللي حضرتك لازم تجيب له غاز أو سولار، وده بيعتمد على الجيو اللي هو الحالات اللي هي موجودة بالنزاعات والمشاكل وآبار البترول شغالة أو لا.
ده بيبقى المحطه بتعتمد على الوقود اللي جاي لها. انما الطاقه المتجدده لا تعتمد على اي شيء غير ان حضرتك بتبنيها البنيه الاولانيه. لو بصينا على سعر كيلو الوات المنتج من الطاقه الشمسيه او طاقه الرياح اقل بكتير من الطاقه اللي بتطلع من الغاز او من السولار او من الفحم. دي لا تتعدى 2 سنت للكيلو وات. في السولار في الغاز بتبقى حوالي 3.5 سنت، في الفحم بتبقى حوالي 3 سنت او 2.5. فدايما دي والاهم انها غير مرتبطه بقى بالنزاعات والمشاكل لو البترول نضب او الغاز قل والكلام ده. وحضرتك كمان ثاني اكسيد الكربون المنبعث منها، يعني لو بصينا للفحم كل كيلو وات كيلو كهرباء باخد قدامه كيلو 100 جرام ثاني اكسيد كربون. لو باخد من الغاز كل كيلو وات من الغاز بيديني 500 جرام ثاني اكسيد كربون. انما من طاقه الفوتوفولتيك بيديني 46 جرام، طاقه الرياح 12 جرام، طاقه الميه 5 جرام، الجيوثيرمال نفس الكلام حوالي 7 جرام. الهيدروجين الاخضر عمالين نسمع كتير قوي، ويمكن انا عملت هنا اكتر من حلقه، بس عايزين يعني هنستفيد منه ايه؟ يعني او العالم كله هيستفيد منه خلال السنوات. انا عارف وقريت واكيد تمام. بس اكيد حضرتك يعني توضح للناس اكتر هذا الموضوع. الهيدروجين الاخضر اول حاجه انا او معروف ان الهيدروجين استخدامه العادم بتاعه ميه مقطره، فاذا للبيئه ما فيش ثاني اكسيد كربون، زيرو ثاني اكسيد كربون. هيدروجين اخضر علشان اخده هيدروجين اخضر نقي يبقى لازم استخدم الطاقه المتجدده لسببين ومعاها الميه المقطره. وعلى فكره في كولازر او في اجهزه دلوقتي ما بتستخدمش الميه المقطره او الميه المحلاه، بتستخدم ميه البحر عادي. دي تحت التجربه. ليه بستخدم الطاقه المتجدده؟ الطاقه المتجدده لسببين رئيسيين. اولا لا يعتمد على الوقود، فبالتالي بيديني طاقه نظيفه، يبقى الانبعاث منه نظيف جدا، يبقى اذا انا بطلع هيدروجين من طاقه كهربائيه العادم بتاعها قليل. ادي واحد. اتنين، السعر بتاعها رخيص، فبالتالي دراسه الجدوى بتاعتها بتبقى كويسه، فبيقلل من سعر الهيدروجين. تمام. وجود الهيدروجين، انا عندي مصنع هيدروجين يبقى لازم يتوفر جنبيه 5 مصانع امونيا خضراء، لان انا باخد 18% من الهيدروجين مع النيتروجين يديني الوقود الاخضر. الوقود الاخضر هو ده اللي بيسد مكان اي نوع من انواع الوقود اللي موجوده، سواء بقى يعني ممكن يصبح بديل للغاز الطبيعي لكل حاجه في يوم من الايام. لكل حاجه. حضرتك الهيدروجين الاخضر دلوقتي من 4-5 سنين بيستخدم في اوروبا، بيضاف بنسبه لا تزيد عن 20% مع الغاز الطبيعي علشان يعمل التدفئه، بيرفع نسبه التدفئه من 100% الى 140%. ادي واحد. اتنين، في دول كامله بتشتغل بالهيدروجين الاخضر كوقود للسيارات ووقود للعربيات طبعا. بس هي الدول دي كانت بتستخدمه كغاز، ودلوقتي بدلوه، بدل ما بقى غاز بقى عامل زي المعجون، زي انبوبه. يعني احنا نقدر طبعا نصل لهذه المرحله. الامارات شغاله والسعوديه شغاله بس نسبه قليله طبعا. انما السويد شغاله. دول اوروبا في 4-5 دول يعني ممكن نتحول لمركز اقليمي لهذا الموضوع. ده هو وكاله الطاقه الدوليه اقرت بهذا الكلام من 2020 ان احنا محور عالمي لانتاج الهيدروجين الاخضر بمشتقاته، بالذات اللي هو الطاقه الخضراء. وده اللي خلى صندوق مصر السيادي من اول لحظه يتبنى هذا هو لما تبناه عمل في محور قناه السويس منطقه خاصه بانتاج الهيدروجين، بقت مكان لانتاج الهيدروجين الاخضر. المكان ده عمل بيه طريق بري خاص بالهيدروجين، بمصانع الهيدروجين، ربطوا بالمينا بتاع العين السخنه، وفي قلب المينا بتاع العين السخنه عمل رصيف خاص بتصدير الهيدروجين ومكان لتخزين الهيدروجين. فاذا البنيه الاساسيه لانتاج الهيدروجين ومصانع الهيدروجين بقت كامله. ده بالاضافه الى زياده انتاج الطاقه المتجدده في المنطقه بالكامل مع محطات تحليه الميه، اصبح العنصرين الرئيسيين لانتاج الهيدروجين الاخضر متوفره. فبالتالي وكمان رئيس الوزراء عمل حوافز للهيدروجين الاخضر طبعا. قال لهم ان اللي بيديني العائد بتاعه المالي برجع له منه من 33 ل 55% كحافز. وكمان كل المباني اللي بتستخدم في الهيدروجين الاخضر ما عليهاش ضرايب. كل المعاملات داخل الشهر العقاري بدون مقابل. أيوة. كمان قال لهم التصدير بدون اي ضرايب، وهات كل المعدات اللي انت عايزها ما عدا السيارات الملاكي هاتها ومعلش. دي الحوافز اللي وافق عليها مجلس النواب. بس هو عدل شويه في الصيغه في حتت معينه، بس هي التصديق عليها في كل الامور. انا عايز اعرف من حضرتك يعني، وحضرتك قلتها
في موضوع محطه الضبع، انا هربط بس ان الاراده السياسيه هي اللي حولت مصر في هذا المكان. مظبوط. يعني سواء بالطاقه النوويه او بالهيدروجين الارضي، وايضا عندنا بنبان، يعني حته ان يكون عندك بنبان. اكبر محطه طاقه شمسيه على الشرق الاوسط. الشرق الاوسط، حاجه كبيره جدا. تمام. واستغلينا الطقس اللي ربنا سبحانه وتعالى حبى بيه هذا الوطن. مظبوط. تمام. والرياح وطاقه الرياح نقدر هو يبقى حضرتك عندنا اكتر. لا، وعندنا طبعا هيبقى عندنا اكتر ان شاء الله. وحضرتك ال 15 جيجا بتاع طاقه الرياح اللي تم التعاقد عليهم في كوب 27 دول حضرتك هيرفعوا مصر رفعه قويه. وبعدين دول ما جوش من فراغ، او التعاقدات دي ما جاتش من فراغ، جت من الشغل اللي تم من 2014 لحد 2020. وظهرنا بقوه على السطح ان احنا عندنا طاقه متجدده، وان معظم اللي شغالين فيها اصبحوا خبره كلهم مصريين. فبالتالي أصبح عندك البنية الأساسية وعندك البيئة اللي هي مناسبة لهذا الكلام. فإذا هذا المكان المناخ فيه ملائم، والكينونة العلمية والخبرة موجودة. فإذا يبقى لازم المكان ده شغال، لأن هم عشان يدخلوا هنا في 2020 وعملوا 22 مذكرة تفاهم، عملوا سيرفي على شمال أفريقيا بالكامل. يعني جابوا من المغرب لحد مصر. فلو أفضل مكان موجود فيه هذا الكلام هي جمهورية مصر العربية. يبقى هم كده درسوا الطقس بتاعك ودرسوا البنية الأساسية والخبرات اللي موجودة والإمكانيات والمساحة والمتوفر المية. خد بالك حضرتك البحر الأحمر والبحر الأبيض 1300 كيلو. بتفرق الحاجات دي يا طبعا، دكتور؟ لأنك أنت حضرتك عشان لما بروح أدور على غاز ولا بترول بقعد أستكشف وأدور وأبحث لحد ما بلاقي. إنما هنا لا، هنا عندك المية بتعملها تحلية بالطاقة المتجددة فهي موجودة. عندك الجو مناسب وبتعمل طاقة متجددة وعندك الخبرة وأثبتت إنك أنت بتنتج خبرة كويسة وطاقة متجددة، يبقى إذا موجودة. هم دول عنصرين رئيسيين لمين؟ لإنتاج الهيدروجين الأخضر. فطالما دول موجودين وموجودين بكفاءة يبقى إذا هو ده المكان الافيلبل لإنك أستعيد ليه؟ أنا بحاول أدخل مع سيادتك في بعض التفاصيل عشان الناس تبقى عارفة ليه مصر بتعمل هذه المشروعات، لأن دائما هناك تساؤلات. طب إحنا ليه عملنا محطة بماء؟ طب ليه عملنا رياح؟ طب ليه الهيدروجين الأخضر؟ طب ليه مش عارف إيه؟ بس واضح إن حضرتك لا، ده الموضوع مش كده وخلاص، ده واضح ان هناك استراتيجيه واضحه وسنين بنعديها ودراسات وتعاون مصري اوروبي او تعاون مصري عالمي. واثبات جداره مصر بان هي جديره بهذه المشروع. ده حضرتك وهتوفر لنا كمان، هتوفر كتير. ده الاقوى في كده حضرتك. خلينا كمان ان شاء الله 5 سنين مع انتاج الهيدروجين الاخضر. انسى بقى ان احنا الدول اللي عندها بترول وعندها غاز دي هتبقى حضرتك مصر هتبقى اقوى منها، لان احنا ما بندورش وما بنبحث، لا دي حاجات ثابته وموجوده. فبالتالي كل العالم بيتجه للهيدروجين الاخضر والطاقه الخضراء، فحضرتك هتبقى المحور والمركز لهذا الكلام. ده حاجه كويس، لان مصادر الطاقه اللي هي زي البترول وزي برضه تعتبر يعني حاليا لما بتنضب هذه المواد من اي دوله. احنا شفنا اوروبا كانت صقيعه في شتاء نتيجه الحرب الاوكرانيه الروسيه وحبس الغاز من روسيا. النهارده لما يبقى في هيدروجين خلاص مش هيبقى في تحكم في واحنا اثبتنا هذا الكلام من حوالي 3 شهور لما اول سفينه في العالم بتمشي بالطاقه الخضراء اللي طلعت من جنوب شرق اسيا وعدت على كوريا وبعدين عدت على سنغافوره، مونت من هناك طاقه خضراء. انما لما جت بورسعيد مونت 500 طن طاقه خضراء، ودي اكبر كميه طاقه خدتها السفينه وهي في الرحله بتاعتها. ده اثبات ان مصر عندها القدره وانتجت لهذا الكلام. ادي حاجه. الحاجه الثانيه حضرتك انت عندك 4 محاور بتصدر منهم طاقه كهربائيه، منهم 2 جداد اضيفوا عليها طاقه متجدده واللي هي تبع الكواكب البحريه اللي هي غرب دمياط ب 120 كيلو. أيوة. واللي طالع على قبرص واليونان ادي واحد بسعه 2 هيترفع ل 3 جيجا. والثاني اللي طالع من شرق بورسعيد هيطلع على مرسى مطروح ويدخل على ايطاليا، ومن ايطاليا على وسط اوروبا، ده تبع شركه سكاتك، ده برضه 3 جيجا. فاذا حضرتك بتصدر طاقه متجدده من قلب البلد فديت. وبعدين تصدير الطاقه تصدير الكهرباء اخطر واقوى من حضرتك تصدر غاز او تصدر بترول او تصدر هيدروجين، لانك انت ده العمود الفقري. اصلا لما بتكون حضرتك بستورد غاز ومع دوله وحصل مشكله جيوسياسيه اسيبها واجيب من دوله ثانيه. انما لما اكون باخد منك كهرباء خلاص. يعني حضرتك في موضوع اللي هو حتى انا قلتها في الاخبار، موضوع اللقاء اللي تم اليوم ما بين الرئيس السيسي والشركه اليونانيه اللي تعتبر من اكبر الشركات في البنيه التحتيه،
نقول ان الربط الكهربائي مع اوروبا دي حاجه مهمه جدا. ده حضرتك انت بتبقى العمود الفقري بتاعه، لان بقول حضرتك يستلف الغاز او يشتري غاز من ده اكتر من دوله، لما ما يقدرش يشترك لما يكون عامل له خط ربط وانت بتغذيه بالكهرباء للدوله دي. طب وحصل مشكله وقطعت عنه الكهرباء، هيجيب منين؟ لا عنده محطات ولا عنده كواب. لا اصل الكهرباء دي لازم يكون في خطوط مد. يعني انت استفدت من كونك دوله سلام بالظبط. ومن ما هنا بقى نتكلم بقى وبتصدر لاوروبا، وبتصدر لاوروبا والمحيط بتاعك انت كيان كبير في هذا المحيط، وانت نقدر نقول العمود الفقري بتاع المكان، وما يقدرش يستغنى عن ان هو ياخد من حضرتك الكهرباء، انما يستغنى عن البترول ويستغنى عن الغاز، انما دي لا. يعني المستقبل هو موضوع ربطك بالكهرباء باي دوله او سواء مصر او غيرها من الدول، ولكن برضه الهيدروجين الاخضر هو ده الاساس لان ده الوقود المتحرك. ده الوقود المتحرك اللي هو هيبقى في السيارات، هيبقى في السفن، هيبقى في الطيارات، هيبقى في مصانع الحديد، هيبقى في البيوت، هيبقى في كل حاجه مكان بديل للطاقه، كل شيء لكل شيء موجود. طب موضوع محطه جبل الزيت هسالك عليه بس كده، يعني نوضح للناس عندنا مشاريع محترمه قوي. جبل الزيت اصل جبل الزيت وراس غارب وغرب المنيا واسيوط وسوهاج، المناطق دي هي اللي بيتوفر فيها وفي السويس وخليج السويس. المناطق دي اللي بيتوفر فيها سرعه رياح من 13 متر في الثانيه ل 15 متر في الثانيه. فهمهاني بقى عشان دي بقى الحاجه الوحيده اللي انا عمال اسمعها عايز افهمها. هقول لحضرتك المروحه اللي بتلف اللي هي التوربينه اللي بتلف اللي احنا بنشوفها دي، عشان تلف وتديني اقصى طاقه لازم سرعه الريح اللي جايه عليها كده تكون سرعتها من 13 ل 15 متر في الثانيه. دي اللي هي التوربينات الرياح الثلاثه ريشه. لما بتوصل سرعه الرياح كده ببتدي اخد اكبر طاقه موجوده منين؟ من التوربينه. دي التوربينات التقليديه اللي هو معظم العالم شغال عليها. التوربينات الحديثه هي 10 ريشه، 5 قدام و5 ورا وبيلفوا عكس بعض في نفس المكان يعني. يعني 5 بتلف كده والخمسه الثانيه بتلف العكس، والمسافه بين التوربينتين حوالي 30 سم. دي بتعتمد على سرعه رياح 6 متر في الثانيه، وده الفرق الكبير. ليه؟ لان هو التكنولوجيا بتاعتها تعمل هذا الكلام. التوربينه عشان تشتغل يبقى بحطها لازم خليج الزيت اللي هي الثلاثه ريشه، احطها في خليج الزيت عشان سرعه الرياح، واحطها في راس غارب خليج السويس او غرب منيا واسيوط وسوهاج، وبحطها على ارتفاع بيوصل حوالي 220 متر و200 متر. انما لما بستخدم التوربينات الحديثه اللي هو التكنولوجيا الجديده الارتفاع بتاعها ما بيتعداش 90 متر، لن يتعدى 90 متر ابدا، اللي هي المراوح اللي هي العصر اللي بنشوفها كده. بس دي 3 الثانيه عشان بيبقوا اثنين عكس بعض. وكمان سرعه الرياح 6 متر في الثانيه، دي اقدر احطها في اي مكان، ما ارتبطش بقى لا بخليج الزيت ولا بغرب المنيا ولا اي حاجه، احطها ان شاء الله احطها في ميدان التحرير تشتغل. ايوه. ده التكنولوجيا الجديده اللي هو المفروض يعني لما اجي اعمل تعاقد مع شركه هتعمل لي محطه طاقه رياح، لازم افرض عليها التكنولوجيا الجديده. انت دلوقتي لازم تفرض عليهم تكنولوجيا جديده عشان بلدك تستفيد برضه، يبقى عندك احدث التكنولوجيا. ادي واحد. كمان حضرتك المساحه، التكنولوجيا اللي هي المحطه التوربينه الثلاثه ريشه، لما انا بحطها في مساحه لازم بسيب وراها 4 أضعاف طول الريشه عشان اكون هواء للتوربينه اللي وراها. انما التوربينه ال10 ريشه ما بتحتاجش المساحه، تحطها في مكانها. ولذلك المساحه بتاعت الثلاثه ريشه لو جاني مساحه التوربينه 3 ريشه احط في المساحه اللي هي مخصص لها 9 توربينات من ال10 ريشه وتشتغل. يعني لو باخد 1 ميجا من ال3 ريشه هاخد 9 ميجا من الاريا اللي انا فيها دي. نفس الكلام. فهو لازم نحط عنصر التكنولوجي لانه هيوفر الارض بالنسبه ليا وهيديني الكفاءه بتاعتي العاليه، وبعدين هحطها في اي حته، ما اعملش بقى تكدس في خليج الزيت ولا في راس غارب ولا في غرب اسيوط والمنيا وسوهاج. دي التكنولوجيا الجديده اللي لازم تستخدم او اللي المفروض تفرض على الشركات الحديثه اللي جايه تشتغل عندنا. بنقرا اخبار كثيره جدا حول تعاون مصر مع مؤسسات التمويل الدوليه. تمام. سواء كان البنك الدولي، سواء الاتحاد الاوروبي او البنك الاوروبي او الحاجات دي كلها. هل معنى ده ان هناك ثقه اصبحت في القدره المصريه على انتاج الطاقه المتجدده؟ انا بتكلم عن ناس المفروض ان هم سبقونا بمراحل. معلش نتكلم بصراحه شديده جدا، ولكن اليوم واضح ان الدوله المصريه خطت خطوات سريعه جدا في موضوع التكنولوجيا عشان نقدر اننا نكتسب ثقه هؤلاء. حضرتك لو نتذكر وزير الكهرباء من حوالي 2 سنين
طلع واشاد بان البنك الدولي اقر ان مصر رائده في انها خدت الدعم من البنك الدولي لانشاء محطه بنبان ونجحت. فده بيفتح السكه لاي حد جاي يشتغل، فاذا هيلاقي الدعم بناء على المؤهلات اللي تؤهله داخل جمهوريه مصر من مناخ وخبره انه يشتغل والمكان ينجح. والثقه طبعا، ما هو النجاح والخبره هيدوا ثقه للبنك الدولي ان اللي جاي ده جاي يشتغل في هذا المشروع او في هذا الاتجاه، وهذا الاتجاه ناجح داخل جمهوريه مصر العربيه بناء على 1 2 3 موجودين البنبان وما شابه ذلك. احنا عندنا خبرات كبيره زي حضرتك وناس كثيرين وناس محترمين وعلامات في هذا المجال، ولكن ما الذي تحتاجه الدوله المصريه علشان بقى ناخد خطوات اكثر اسراعا؟ وحضرتك علشان ناخد اكثر يبقى لازم في مميزات اكتر بالنسبه للي جايين اكتر من كده. في طبعا ده كفايه رئيس الوزراء اقر في موضوع مجلس النواب ده كله اعفاء تمام. بس في دول تانية بتدي الارض ببلاش. اوكي. يعني بتيجي تقول لحضرتك انت جاي مستثمر اشتغل في الحته دي بعد ما بتدرسها، هو بيديله كمان المناخ بتاعه بس بشرط المشاريع ده وبيشاركوا بقى فين؟ بيشاركوا في الانتاجيه بتاعت الكهرباء، ما بيبدوش كده. أيوه. وبعدين المفروض ما يبقاش الا كل اللي جاي من بره لازم ياخدوا BOT، ما ياخدوش BOO. اسف، يعني BOT يعني هو بعد فتره معينه بيسيب المشروع. أيوه. انما BOO ما بيسيبش المشروع، بيفضل لازق فيه مدى ان شاء الله 100 سنه، انما احنا لازم نحدد له كذا سنه، ولذلك في الهيدروجين الاخضر تحدد 50 سنه. أوكي. المشروع ما يزيدش عن 50 سنه. يا ريت بقيت كل مشاريع الطاقه الكهربائيه للشركات الاجنبيه تبقى ليميتد بتايم. حضرتك شايف ان موضوع الليميت ده صح اللي احنا عاملينه في الدوله الارض المصرية ترجع لمصر تاني حتى لو ما اشتغلش. اصل يعني هديله الارض ما عليهاش طاقه، هيخلص الطاقه بعد 25 سنه في مشروعه، هياخدها ولا هيعمل بيها ايه؟ يبقى لازم يا اما يستثمرها في الطاقه مره ثانيه، يا اما يردها لمصر لانه اكيد كسب منها. ادي حاجه. الحاجه الثانيه ان الخبرات بقت متوفره كبيره جدا. وبعدين حضرتك احنا لو نفتح بقى الاتجاه بعيد عن محور قناه السويس في المناطق البعيده بقى، وننقل الكهرباء من المناطق البعيدة على الشبكة تدخل لقناة السويس، لمحور قناة السويس، لمحطات الهيدروجين أو للشبكة. لأن احنا لو أخذنا 5% من مساحة جمهورية مصر العربية، 5% هنطلع 5%. صغيرة. صغيرة قوي، بتطلع 50 جيجا. ياه. أيوه 5% بتطلع 50 جيجا طاقة شمسية. فأنا بشوف بقول لحضرتك ده الاستغلال الأمثل للكلام ده. وبعدين في التكنولوجي في الطاقة الشمسية برضه لازم نفرض أحدث تكنولوجي موجودة في الطاقة الشمسية، لأن في تكنولوجي في العالم لسه ما دخلتش الشرق الأوسط، بس هي موجودة من حوالي 10 سنين. احنا كده بلدنا فيها خير كبير قوي. جدا. أنا بكلم حضرتك بكل صراحة، وأنا بكلم حضرتك بأمانة. حضرتك يعني أكتر من خبرة بكثير في هذا المجال ولك باع طويل. فعلا بلدنا فيها خير كبير قوي. 5% تديني 50 جيجا، لو أنا استخدمت التكنولوجيا الحديثة هتوصل لحوالي 60 جيجا. 5%. 5 من 100%. من 100%. 5 من 100%. من المساحة هتديني 50 جيجا على الأقل طاقة شمسية بالتكنولوجيا العادية اللي احنا بنعرفها دلوقتي. إنما بالتكنولوجيا الحديثة حضرتك اضرب على الأقل زيادة مش أقل من 30%. مش أقل من 30%. طب لو هسيب لحضرتك آخر دقيقة معايا، اتفضل. ونصيحة تقدمها لأي حد عايز يستثمر، أنا أتحدث هنا عن المصريين ورجال الأعمال، تقول لهم إيه في هذا المجال؟ يعني تشجع الشباب، تشجع الناس. لا مش هقول لهم هم، أنا هقول للبنك بتاعنا استغل، بدل ما نروح للأرض ونستغل الأرض، إحنا عندنا استغلالات تانية. مساحات اللي فوق البيوت حضرتك الواحد، لو أنا عندي 26 محافظة، لو أخدت من كل محافظة أسطح المنازل وعملت عليها 1 جيجا هيبقى عندي 26 جيجا بدون ما أخد أرض. أدي واحد. هربطها على الشبكة. الفايدة الإيه بقى؟ فايدة البنك بيحط فلوس وبيكسب. أدي واحد. 2 إنه بيوفر للدولة غاز. يعني ال1 جيجا بتديني حوالي 10,000 وحدة حرارية. 10,000 وحدة حرارية دي أنا لو صدرتها اضرب في $27. لا انا هقف عند دي واسمح لي يكون لنا لقاء اخر عشان نتكلم في ده اكتر واكتر، لان واضح ان الموضوع مهم جدا. تحت امرك. ونورتنا وبشكر حضرتك على المعلومات المهمه جدا. دكتور نعم. مهندس سامح نعمان، استاذ بكليه الهندسه وخبير الطاقه واحد مخترعي الرياح على مستوى العالم. بشكرك شكرا جزيلا. تحت امر شكرا جزيلا. خلصت حلقتنا النهارده.
منبشر مصر، وان شاء الله ربنا يوفق منتخبنا خلال ساعتين باذن الله ويفوز على الراس الاخضر ويفرحنا بالثامنه في كاس الامم الافريقيه. ولو خسرنا او لا قدر الله اي حاجه ما نزعلش، لان دي رياضه تنافس، والمهم ان اولادنا قدها وقدود دايما، وان شاء الله ربنا يكرمنا. وانا عندي احساس ان الثامنه هتيجي لبلدنا. الى اللقاء.